في قلب معبد قديم، كاهن غفل عن سر خطير كان متداري. صلي على النبي واشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ. من آلاف السنين وفي وسط رمال مصر اللي مش بتخلص أسرارها، كان في معبد عظيم محدش كان يقرب منه. المعبد ده كان مخصص لحماية خزانة أسطورية بيقولوا إنها بتحفظ توازن الممالك السبعة. بطل قصتنا هو كاي، كاهن شاب طموحه ملهوش حدود، كان بيحلم يوصل لأسرار الأولين. فضل كاي يدرس البرديات القديمة والنقوش اللي على جدران المعبد سنين طويلة، لحد ما في ليلة ضلمة والقمر فيها كان بدر مكتمل، لقى رمز غريب عمره ما شافه قبل كده. الرمز ده كان مفتاح لغرفة سرية جوه قدس الأقداس، مكان حتى كبير الكهنة نفسه ما يعرفش عنه حاجة. قلبه كان بيدق بسرعة ما بين الخوف والفضول، وقرر يخاطر بكل حاجة ويدخل الخزانة دي. وبالفعل قدر يوصل للباب السري، باب من الحجر الضخم عليه نقوش بتحذر من فتح الخزانة. النقوش كانت بتقول إن اللي هيفتح الباب ده هيطلق قوة قديمة هتغير مصير العالم. لكن كاي كان شايف إن دي فرصته عشان يثبت نفسه